كلنا في حياتنا مرينا بلحظات فقدان، ممكن تكون فقدان شخص قريب أو علاقة انتهت أو حتى حلم تعبان علشانه ما تحققش. الألم ده حقيقي ومش حاجة بنهرب منها، لكن السؤال المهم ازاي نقدر نعيش مع الوجع ده ونتعلم منه بدل ما يكسرنا. النهاردة هنتكلم عن الفقدان مش علشان ننساه، لكن علشان نفهمه ونقدر نتعافى منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي انواع الفقدان وايه تأثيره علينا؟ مثلا فقدان شخص سواء بالموت او انتهاء علاقة، الألم ده بيكون عميق ومليان ذكريات صعب ننساها. كمان فقدان حلم او فرصة، زي ما بنحزن بالظبط على الاشخاص بنحزن برضو على احلام ما اكتملتش. كمان فقدان جزء من نفسنا، هويتنا او ثقتنا في نفسنا، مع تجارب صعبة او نقد قاسي من اي حد. وكل فقدان بيسيب علامة، لكن العلامة دي مش لازم تفضل مفتوحة طول الوقت، بتتحول لندبة بتفكرنا دايما بقدرتنا على التعافي وإنها هتعدي. نروح للشيء الأهم وهو الوعي بالمرحلة اللي احنا فيها علشان نعرف احنا فين أصلا. والسؤال هنا ايه هي مراحل الحزن بعد الفقدان؟ أول مرحلة الإنكار، احنا بنرفض نصدق اللي حصل وكأننا بنحاول نهرب من الألم ده. تاني مرحلة هي الغضب، بتغضب، بتبدأ تسأل هو ليه كده؟ هو ليه أنا؟ ليه حصل ده؟ بنحس بغضب تجاه الموقف ذات نفسه أو حتى الناس اللي حوالينا. تالت مرحلة وهي المساومة، انت بتساوم، هو أنا أقدر أرجع اللي فقدته ده تاني؟ أو حتى ممكن أغير اللي حصل؟ بس للأسف مفيش أصلا مساومة على حاجة مش هترجع ومش موجودة. رابع مرحلة وهي الاكتئاب. يا الفقدان ممكن يسبب اكتئاب؟ ممكن يسبب اكتئاب. المرحلة دي صعبة جدا، بنحس بوحدة وفراغ وبنبدأ نسأل هو أنا هقدر أكمل من غير اللي فقدته ده؟ هي أكيد الدنيا مش هتمشي زي الأول، ولكن الحياة مش بتقف على حد، دي حقيقة مؤلمة فلازم تكون عارفها. بعد كده نروح للمرحلة الأخيرة وهي الأهم في ده كله، وهي القبول. بنبدأ نشوف الواقع الصعب، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنشوف اي طريقة نكمل بيها حياتنا برغم الألم. مهم جدا هنا نعرف ان كل مرحلة من دول طبيعية جدا، فمش لازم تستعجل نفسك علشان تخرج منها، الرحلة دي بتاخد وقت. هنتكلم دلوقتي على خطوات عملية للتعافي من الفقدان. اول حاجة، ما تحاولش تظهر ان انت قوي وسوبرمان طول الوقت. الحزن مش ضعف، لكنه جزء من التعافي. ممكن تعيط او تكتب مشاعرك او حتى تعزل نفسك لفترة قصيرة لو ده هيريحك. تاني حاجة، شارك مشاعرك مع حد انت بتثق فيه. اوقات الكلام مع اي حد بنحبه، صديق او حبيب او اي شخص انت بتفهمه، بيخفف جزء من الألم، لان الحمل لما يتقسم على 2 اكيد بيخف شوية. تالت حاجة، حافظ على الروتين اليومي حتى لو مش حاسس برغبة في انك تعمل اي حاجة. الروتين اليومي ده بمثابة احساس بالثبات في وسط الفوضى اللي بنمر بيها. رابع حاجة، ممكن يكون الفقدان ده دافع للتغيير. لو فقدت شخص غالي عليك ممكن تعمل حاجة باسمه عادي، تعلم درس من علاقتك بيه. لو فقدت حلم دور على هدف جديد. خامس حاجة، خلي بالك من نفسك، ما تنساش ان جسمك ده محتاج رعاية زي عقلك بالظبط. اهتم بالاكل الصحي، النوم، الخروج للهواء الطلق، اي رياضة حتى لو كان ماشي كل يوم 15 دقيقة ده يفرق معاك جدا. اخر حاجة، الفقدان ده بيعلمنا ان الحياة لحظات واننا لازم نقدر اللي عندنا قبل ما نفقده. بيعلمنا كمان المرونة والقوة والتسامح مع نفسنا ومع كل اللي كانوا جزء من القصة دي. أنا شخصيا مريت بتجربة فقدان أثرت فيا قوي لدرجة إني حسيت إني مش هقدر أكمل، لكن مع الوقت اكتشفت إن الألم ده كان أكبر حاجة علمتني وخلتني أقدر اللحظة، وتعلمت إن أنا أحب نفسي أكتر. وفي النهاية الفقدان مش نهاية، أوقات كتير بيكون درس، أوقات كتير بيكون بداية جديدة بترسم طريق مختلف تماما. لو انت مريت بتجربة وجع أو فقدان، افتكر إنك مش لوحدك، وإنك كمان مسموح ليك تاخد وقتك في الحزن، لكن المهم إنك ما تستسلمش ليه. شاركني قصتك في الكومنتات، وإيه أكتر حاجة بتساعدك تتغلب على الألم، وخلينا ندعم بعض. وبس كده، سلام.